يصبحكم بالخير. مسخرة والله. ساعات الواحد يبكي، ساعات الواحد يضحك، ساعات الواحد كل مرة كيفاش. خبر عاجل: أعلمنا منذ قليل أن قاتل شكري بالعيد استقال من منصبه. وإن السيد علي العريض كلف بتعيين قاتل آخر، وذلك تحسبا لأي فراغ إجرامي. والله يا محلاك يا تونس، والله حاجة باهية هي وتوجع القلب وساعات تفرح. هي اللي لمت الناس مع بعضها وخلت الناس تعرف بعضها الثورة هذه، وتعرف شكون صاحبك وشكون ما هوش صاحبك، وتعرف شكون وطني وشكون ما هوش وطني. تنجموا تقولوا حاجة في تونس عندنا نستحمد ربي، ما عندناش الطائفية اللي موجودة في الشرق الأوسط. عندهم حقد، عندهم كره، عندهم مشاكل كبيرة ياسر بالطائفية اللي عندهم. هذا لو كان هم سمعوا كلام الشيخ المحترم صلاح الدين أبو عرفة، هو ديننا الإسلام، فهمتني، واتجاهنا هو، فهمتني، محمد صلى الله عليه وسلم، ونظن بهذه يحلوا بها مشاكلهم كثيرة ياسر. أنا إنسان يتكلم اللغة العربية، وعلى علمكم احنا يا إخوة في الشرق الأوسط نحن رانا برابرة أمازيغ، فهمتني. نحن هم أصلنا سكان شمال إفريقيا، وما وعربونا بالسيف، ولكن هذا تاريخ طويل وعريض. نرجع ونقولوا نحن بكلنا ولينا نقولوا نحن عرب، يعني هم حبوا ينحوا الهوية الأمازيغية، الهوية البربرية. وهذا عندنا مشاكل مع ناس في تونس جبناء، ما عندهمش مستويات ثقافة، كانوا في الأحباس وخرجوا، غشوا الناس، غشوا الناس، قالوا لهم احنا حزب النهضة، حزب النكبة عندنا في تونس كما موجود حاليا في مصر. وجابوا الطريقة الوهابية باش يعملوا الإعانات للناس ويمشوا للفقراء ويكثروا على الفقراء. كلنا احنا مسلمين، حطونا في وجه العالم كأن نحن ملحدين ونحن علمانيين ونحن كفار ونحن من أهل قريش. وهذه الوهبنة، هذه البرنامج الوهابي. اسألوا فهمني الشيوخ الوهابية يقولوا لكم. عندنا شيوخ منافقين، ابتداء من شوف عندي في الشاشة الثانية هذا مورو. مورو هذا عندنا موجود في تونس، كل هذيك الحرباء كل مرة يعمل لون، كل مرة يطلع بلون. وين فهمتني، يشوف الجو هداء يمشي للنهضة، الجو مهداش يولي ضد النهضة. وهذا إنسان ما عندوش قاعدة وما عندوش أصل وما عندوش كرامة. هو اللي باس راس وجدي غنيم، هو اللي خان تونس وغيره. نحن يقول لك الدين في خطر، كل ما تكثر عليهم المشاكل وما ثم عندهمش برامج، فهمتني، اقتصادية كما عندكم في مصر. باش يفهمني باش يبيع البلاد. وهذا هم خونة. وما تنسوش اللي هم حبوا يغتالوا جمال عبد الناصر، وما تنسوش تاريخهم الأسود. هم كي ترجعوا للواقع هم الوهابيين، هم اليهود من نجد، وهم النصارى. وعلاش سموا في مصر، فهمتني، النصريين. نحكي للإخوة في سوريا. احنا في تونس رانا ما نتكلموش ياسر بالطائفية، وكلنا مسلمين ونحن أشعريين، وممكن 90% في القارة وفي القارات هم أشعريين. يعني هذه باش نعملوا بها مشاكل. وانتم ريد في مواضيعكم، هذا سني، هذا شيعي، هذا علوي، هذا حوثيين، هذا ما نعرفش شنية. هذه كلها مشاكل ما توصلكمش حتى النتيجة. هذا كل حديث فاضي. نظن العالم الغربي اللي انتم تاكلوا في الغلة وتسبوا في الملة وصل باش هو يفرق الدين على السياسة. وهذا وقت اللي فرقوا الدين والكنيسة على السياسة نجحوا. ولذلك ما تقعدوش عايشين في عصور وسطى وعايشين في عادات وتقاليد قديمة اللي هي ما توصلكمش، اللي هي ما توصلكمش. حاليا ثم غزو من الجنوب على السعودية،
الله اعلم شكون الايدي اللي وراء هذا، وثم اللي فهمتني، وهذا شيء يفرح على خاطر ان شاء الله يحرروا مكة من الوهابية. وهذا إن ثم ناس في تونس مازالوا ما يعرفوهوش، السلاح موجود في السعودية، والسعودية موجودة فيها أفارقة وموجودة فيها أثيوبيين، على خاطر السعوديين الوهابيين سرقوا فلوس الشعب أكثر من 50 60 70 80 سنة. ولهذا ردوا حقوق الشعب. وانت اذا كان انسان باش تقول له سبح فهمني باش يعطيك ربي قسم، الله ربي يعطاه القسم وانت سر نحيته له. انت ساكن في قصر وهو ساكن في قبر، فهمني. نرجع ونقول نرجع لتونس. والحمد لله كم اليوم قللت شوية من التحاليل متاع شكري بالعيد. انا وقت نشوف مواضيعكم قلبي وجعني. وعلاش قلبي وجعني؟ باش نوليكم اكثر من جلال بريك. جلال بريك يكلمكم 15 دقائق، انا باش نكلمكم سوايع. وعلاش؟ نظن عندنا اكثر من 400 واحد قنصوهم ونسيتوهم في سلة المهملات. نظن عندنا اكثر من 3000 جريح وما عندناش اخبارهم. ما راهي العباد في الانترنت ما هيش الشمس باش تضوي على العباد، ولا ما هيش باش تحل لكم مشاكلكم انتم الكل. هذا تواصل اجتماعي، يعني شيء فهمني مع اصدقاء، وقديش عندك اصدقاء باش تتناقشوا في مواضيع وتحاولوا كيفاش تخطوا خطوه الى الامام. ما كانش الواحد فهمتني يعمل فهمتني يشوف التلفاز كما يقولوا الشرقيين، يشوف التلفزه ولا يشوف امور اخرى ويستنى حتى تفضل الامور. وفهمني وحتى اللي فهمتني قال لي واحد مصري قال لي نستناهم حتى اللي يكملوا الثوره وينظفوا البحر وينظفوا الشوارع ويحضروا كل شيء، ومن بعد نمشي فهمتني باش نلقى كل شيء حاضر. وهذا ما انا نسميه جبان. والما هو الجبان هو لازم يساهم في الثوره باي شيء. نرجع نقولوا الاخبار اللي موجوده. اذا كنت تتذكروا يا توانسه، على خاطر تراكمت عليكم الاخبار اكثر من اللازم، اللي موجودين حاليا في سوريا. ثم شيء ممكن مشى على ليبيا. مي يلزم تحطوا فهمني شيء في دماغكم شيء ثاني. ثم ناس عندهم تصاور، اذا كنت تتذكروها في بداية الثورة التونسية، فهمني ثم ناس قطعوا حرقوا، فهمني وقتها كانت تتذكر سبابتهم كل نفس الشيء. ثم اللي يقولوا حرقوا عن طريق ليبيا، وثم اللي يقولوا كذا يجي 30 40 فجأة فهمتي وصلت لامبادوزا. هذا شيء. ثم ناس وصلت اللامبادوزا فهمتني وتفرقت على اوروبا كامله. مي الاغلبيه نتاعهم تكلفوا بهم نظن هكا السلفيين، ونوع من السلفيين اللي هم ماجورين، فهمتني. وثم فيديو هبط اليوم يقول له جت فتوى هاك الفلوس واذبح. يعني يذبحوا في الناس، فهمتني. سبهلله لا، فهمتي انسان عنده الحق باش يعيش، يمشي له لبلاده ويخطفوا ويذبحوا. ما نعرفش شنو الغاية متاعهم، هذا القتل. يقولوا هاي جت فتوى اذبح. هذه مشكلة العربي في العربي والجهل. هذا اللي هم ان شاء الله نحرروا بيت مكة، ونسلم على الاخوة والاخوات اللي هم موجودين معنا في الفيسبوك، فهمني، في السعودية، باش يعاونونا. ومرحبا بهم كأصدقاء جدد، ومرحبا بأصدقائهم باش نحن نحرروا فهمني بيت مكة. وهذا الهدف. مكة والإخوة موجودين في السعودية في خطر. الجهاد هو في السعودية الحمد لله. ثم إخوة أفارقة بدو الجهاد هو في السعودية. وهذا باش تتحرر، وباش اللي هم المتأسلمين هذم باش يردوا حقوق الناس وحقوق الإنسان. أنا نستغرب كيفاش عندنا في تونس قاعدين من هالمتأسلمين، هم كل ما يشدهم فهمت يلقوا روحهم ما عندهمش ما يتكلموا، وما يلقى روحهم ما عندهمش حتى برنامج. يقول لك الإسلام. الإسلام أنت مسؤول عليه الإسلام. الشريط أنت مسؤول عليه الإسلام. خزعبلات. انت ما تكلموناش على الاسلام، وحشموا على ارواحكم اذا كان مازلتوا تجبدوا الاسلام في تونس. انا باش نشد لكم خراره مراره. كان جلال بريك عنده فهمتني 400 فيديو، وانا باش نوصل 3000 حتى نخرجوكم كالشعره من العجين. على خاطر انتم الاسلام انتم ما تعرفوش من الاسلام. انتم فهمتي تاجروا بالدين. انتم الاسلام ما تعرفوهوش. وقت الاخلاقكم عادمه. وقت اللي فهمتي تشوفوا فهمتني قاتل ومقتول. وقت تشوفوا في السلفيين كيفاش يلموا في الناس، والسلفيين في حد ذاتهم. نقول لكم السلفيين في حد ذاتهم اللي هم الاغلبيه نتاعهم في سوريا يجاهدوا.
شوفوا الفيديو اللي هبطت نتاع السلفي نتاع 200 دينار، هذه لغتنا تونسية نفهموها في بعضنا. السلفي نتاع 200 دينار كيفاش تكلم، عاودوا اسمعوا الفيديو نتاعو هبط اليوم، اسمعوا الفيديو نتاعو تيقول في الفيديو، تلقوا في الكلام اللي قالوا هو في الفيديو، قال لك السلفيين ما عادش في تونس، ما مشوا لسوريا. يعني هو على خبر هم مشوا لسوريا، السلفيين موجودين في سوريا. المال بعايلته وجناحه ثقيل ما مشاش. تعرفوا شكون مشى؟ هو البطال، هو من عمره فهمني 19 حتى ال 20 30 سنه، فهمني، كلاتوا البطاله وغروهم، فهمني، ما نعرفش بالمال. زيد نذكركم في حاجه ثانيه، الناس وقت اللي هبطوا لكم الهامر، راه حديتي قياس، فهمني، وقت الهبط والهمر السلف الليلة وقت اللي تحدث، فهمتني، خاطر هي مسألة نفسانية. قال أنا نمشي لأوروبا ونجيب هامر اللي ما جابها حتى إنسان. ثم يلزمكم تتعلموا تحليل الحديث. هو نزيد نعطيكم السر الثاني، هو عنده فيديو قديم تكلم فيه، وقت اللي اذا كنت تتذكروا، ما نحبش انا نحكي على الناس، ما نحب بصراحه ما نحبش نحكي على الناس ميدي زنديس. وقت قال مشيت باش نجبد الفلوس من البنكة، فهمتني، والبنوك مسكرة. في الفيديو عنده قبل هذا وقت اللي هو في الكرهبة تكلم، الوقت هذاك، فهمتني، هو عنده كوارت، فهمتني، يجبد به من البنك، كوارت ما هيش تونسية. إذا كان هو يسوق في كرهبة، وإذا كان هو كان في ممكن كان في هولندا، وإذا كان هو وقت اللي هو بطال ويقول لك ما عنديش شغل ويبكي على 200 دينار، وعنده من باش يجبد الفلوس ويحكي يقول لك نمشي لاوروبا، فهمتني، ونجيب همر، فهمتني، يعني هذه كل ديزانديس اللي انتم، انا ما نحكيش عليه هو، وهو فهمت الناس كلها تبعه تضحك اوكي، مي هو ما هوش اختر على الشعب التونسي، هو ما هوش اختر، ولكن هو ممكن كان في هولندا وهو يعرف وانا نعرف، وممكن فهمتني كلامي هذه مشكلته الخاصة. متزوج مش متزوج، فهمتني، وين عايش وكيفاش عايش، ما ندخلوش في خصوصيات الناس، على خاطر ما طلبت ما طلبتش منه الاذن، فهمتني. يلزمني انا نحترمه وهو يحترمني. مي هذا انسان، فهمت، يلعب فيها حمرة كحلة والصفرة تربح. وعلاش قلت لكم انا ما نحبش نهاجمه كانسان، ولكن هو قال كلمة في الفيديو اللي هبط اليوم، اللي هم السلفيين موجودين في سوريا، شكون هزهم وكيفاش هزهم، هذا يلزمكم تلوجوا عليه. هم اللي مشوا هم ضحايا. كيما قاعدين تحللوا عندكم مدة في شكري بالعيد، شكون قلت له، فهمتي، لا لوجوا على شكري، شكون ما وراء شكري بالعيد، قديش تفاهات وتتبعوا في اشياء فات فرقيقة. شكري بالعيد علموا بقديش من مليار ما دخلوش الوزارة، ما دخلوش للفلوس في البنوك التونسية، فهمني، وتباعت قصور. وهذاك علاش هما يقولوا باللغه الفرنسويه زون ديسيدي، فهمتي، دو لو سوبريمي، فهمني. وهذاك علاش انتم يلزمكم تعرفوا كيفاش تركزوا كيفاش تخدموا كيفاش. ونزيد نرجع نعاود ونزيد نعاود مره ثانيه، شوفوا لوجوا على بن صقير وين موجود. عندي اكبر من الشكوك هو فك المخلوق هذاك، هو وين موجود. بن صقير تعلم على السلاح، بن صقير متدرب، بن صقير قتل في بلدان اخرى، ينجم يقتل حتى في تونس. وما نحبش نتهم حتى انسان، ولكن هذا خيط من الخيوط، فهمتني، خاطر اللي يقتل مره يقتل مرات. الناس تتهموا في السلفيين، ولو هم يرجعوا يتبكوا السلفيين جابوا الماء والسلفيين عملوا السلف، ما يهمناش فيكم. انتم راكم كالحجره، فهمتني، كالفحمه الكحله ملتغسلوا يهبط يهبط السواد حشاكم، فهمتني. و... و... وانتم ما عندكم عملتوا لها البلاد، فهمتني. انت السلفي هازلي علم اكحل وتعمل لي في بروباغندا وحس وعياط في الطرقات. هالاماره تحب تعملها، وانتم مكبوتين، فهمتني ولا لا؟ مكبوتين تلوجوا كان على 4 نساء، ما عرفتش، ما تنجمش تعيش روحك كيفاش باش تعيش 4 صغار، ما تنجمش تعيش روحك كيفاش باش تعيش الاولاد. انت في حد ذاتك واحد في جعبه دون تفريط في فمك، فهمتي، ما لقيتهاش، فهمتني. هذا مشكلتكم هي في الابهامه، مشكلتكم في الابهامه. وثم نوع من الناس كيما، فهمتني، ناس سي قداش كم واش نقولوا، ناس زباله كيما نقولوا الشرقيين، زباله، على خاطر نهضتي نهضتي ما شدتش في النهضه، فهمتني كذا. اللي باش يتحدث على النهضه راه يكون عنده معاه عقد، فهمتني، نتاع شغل، عنده معاهم كذا، مش نبندر للنهضه بريش تو، فهمتني، يبعثوا لي شويه كليونات ولا تو ندبر بلاصه، فهمتني. وقت اللي فهمتني الناس تتسوقت علينا، وكل فهمتني الفاجره رجاء حاج منصور، انا نقول فاجره بفم الملاء، وكان عندها راجل ما هوش راجل وهي ما هيش امراه،
فهمني. وقت اللي هي تكفر في ولايات وتعمل في الفتنة، حقها يلزمها تتحاكم، مش تجي تتبكى وراجعة، فهمتني، كل كلب الصارف من بلاصة لبلاصة، وكل مرة يركب عليها واحد. وهذه فهمتني ساقطة وما تحشمش وما تشرفناش في تونس. هذاك علاش ضربوها ب5 سنين، فهمتني، اللي هي ما تخدمش في المحاماة. احنا عندنا ناس كرماء شرفاء، عندنا ناس متربين. انا وعلاش تكلمت الليلة ولا الصباح؟ على خاطر فهمني مهز اللي قاعدين عاملينها لنا في التأسيس يلزم تحبسوها. اذا كان انا فهمني باش تعمل لي الدستور، فهمني هذيك شو اسمه محرزية الطاسة، فهمتني، ولا الجية الاخرى، ولا شو اسمه تومية، فهمتني، ما تعرفش كلمتين مع بعضهم، ولا جايبين لي شايب في سنه طايحة، واللي جايبين لي فهمتي واحد هذاك الشور والله يهلك وربي، فهمني، يهدد فيا باش يقص لي يدي ورجلي. هذا مش مستوانا، وما هوش قاعده باش تعملوا لنا بها الدستور. وقت اللي انتم باش تحرموا وما تحبوش تحرموا وتعملوا قوانين ضد العنف، يعني ممكن العنف هذا ما تحبوش تصحوا عليه باش يرجع ضدكم، وباش يرجع ضدكم على خاطر ثم ناس فهمني باش يقصوا الراس تنشف العروق. كيفاش يقص الراس تنشف العروق؟ باش يشدوا الروس نتاعكم انتم افاعي، وباش يشدوا اللي فهمتي كيما مهددين شوروا، وباش تجيكم ممكن تهديدات، فهمتني، من ناس اخرى، على خاطر اذا كان فاضي الكاس فاضي الكاس. انا ما نهدد حتى انسان، وما نوريش الناس التهديد، وما نحبش نوري التهديد. ولهذا نضحك على برشا رجال ويقولوا احنا رجال متدرجة، فهمتني، عندهم عامين متدرجين وراء شو اسمه الكاميرا، ويبدلوا كان في الفيديوهات نتاع العباد. هذه ما هياش ثورة، فهمتني، وما هواش بارتيسيباسيون، ما هواش بارتيسيباسيون، فهمت، على ريفولوسيون. وقت نشوف انسان مثقف وكاتب اللي هو استاذ ولا جامعي وكذا، وما يمدش وجهه باش يقول حتى كلمتين ينفع بهم العباد ويوجه بهم الناس، وقاعد يبدي يستنى كان في فيديوهات، فهمتني، بتاع ناس، فهمتني، او ما عادش متكلم حتى انسان. انتم هاكم مليتوا من كلام جلال بريك والتزبزيبه نتاعه وحديثه، فهمتي، او جاكم السلفي تطيح على جلال بريك، فهمتني. ولو جلال بريك مع كمال احترامي انسان عنده فهمتي شعبيته، عنده ناس، وعنده يتكلم على بلاده بحروة قلبه ولا اكثر ولا اقل، فهمني. انا مسميه كرادون فيليبس تاع بكري، فهمتي، يخرخش يخرخش مسكين، فهمتي، هذاك اللي اعطاه ربي، فهمتي، وقت محروق على بلاده وحرموه من بلاده وهججوه كيف وكي غيره. وهذا ما نش باش نوصلوا بالنتيجه، وما نش نوصلوا بالسبان، وما نش باش نقعدوا نتشمتوا في بعضنا. النهضه تكسرت، ما ثم السر هو اذا كان النهضه حاليا هم جابدين ارواحهم ويحبوا يسلموا هذه المسؤوليه في ظهر غيرهم، راهم كما قال ونسلم عليك يا قاسم قاسم في كندا، كما قال قاسم قاسم، يلزم يبقوا في الحكم ويلزم يتحملوا المسؤوليه للاخر، على خاطر يحبوا كي الحنش يزلوا الثوب على يزلوا الثوب وفهمت يلصقها في غيره. يحبوا شافهم فاقوا باللي عمله لهم السبسي حطهم في فم مدفع وباش يوريهم للمجتمع شكون هم. لو كان بقوا هم في الخفاء الوقت هذاك يشدوكم ويكبشوا فيكم حياة كاملة. تذكروا التهديدات، تذكروا فهمتني قديش من واحد مات، هذا كله ما يكفيكمش يا توانسه. هذا كله مازلتوا صابرين على الوسوسه نتاع التاسيسي هذا، باش هذيك شو اسمه توميه، وباش القصاص نتاع الظلف وتوميه ما تعرفش كلمتين مع بعضهم باللغه الفرنسويه، فهمتي، والقصاص وفهمتي وهالزباله هذا من حاطين هم اللي باش يعملون احنا تاسيسي. هذا انتم يعني ضحكتوا على كرماء وشرفاء واساتذه ودكاتره في تونس، وهذه مستويات منحطه. يلزم العالم يشوف ويفهم، ما كانش تو ندوروا هيكم بلغات اخرى باش العالم يعرف ايش صاير عندنا في تونس. يعني نحن المجلس التأسيسي متاعنا قاعدين اولاد وناس ما عندهمش مستويات ثقافية، قاعدين يعملوا لنا في دستور وقاعدين يحرفوا فيه باش هذا كله يرضوا قطر والسعودية، وهذا كله نحن فايقين به. ولكن هيهات هيهات نحن موجودين وواقفين على بلادنا، وماذا بينا فهمني وليدات وينهم يقروا في المدرسة مشوا باش يرقصوا ويشطحوا، جايبين لهم الشرطة والغاز ويضربوا فيهم. يعني هذا محاكمين باش يحكموا على تونس بالإعدام اللي هي تاريخها أكثر من 3000 سنة، وهم يحبوا كان السواد في هالبلاد وكان النكسة، وهم متأسلمين. وأي إنسان نعودها إذا كان زلتوا نسمع في الفيديوهات
واحد باش يذكر فهمتني التجاره بالدين الاسلامي، والاسلام في خطر، وانتم هم الخطر على الاسلام، وانتم هم الوهابيين، وانتم هم السلف، والسلف هم الخوارج، والخوارج هم من اليهود، وانتم خوارج على الدين الاسلامي. فهمتني؟ هذا لازمكم تفهموه وتستوعبوه. عاودوا فهمتني، احنا ماناش عندنا لا لباس افغاني، ولا عندنا وهابية في تونس، ولا نحن يهود. نحن مزيغ، نحن مؤمنين بدين الله ورسوله. نحن نقول أشهد لا إله إلا الله. نحن نعرف ربي، نحن نحفظ القرآن، ونحن نصدروا فهمتني، ونحن والتاريخ يعرف، نحن نصدروا الدين الإسلامي إلى السعوديين وإلى القطريين. وكما قال الأخ، وليه أكبر شرف، نظن 70,000 80,000 جهاديين اللي دخلتوهم باش يحطموا سوريا. انتم كلاب الناتو، انتم حطمتوا ليبيا. انتم شوفوا صار في بغداد اليوم، فهمني، حطوا الرئيس الجمهورية في طيارة وقالوا له اجي باش نزوروا المكان الفلاني، وعملوا وفقة مع ليبيا. الخماج الخاين خاين خوارج، الخوارج هذا من الخوانجية في تونس، وقبضوا قداش من مليون من ليبيا باش اعطوهم البغدادي، واليوم البغدادي باش يقتلوه من التعذيب. وهذا الناس يلزقوا فيها في المرزوقي، ما هو الشمس باش يضوي عليكم، ولكن كلمة الحق تتقال. كلمة الحق تتقال. كما هذا اغتيال شكري بالعيد يحبوا يحطوا على السلفيين، نقولها في كلمة، ما نظنش كان السلفيين خاطر ما عندهمش حتى انتري بوليتيك. فهمتي؟ ما عندهمش حتى انتري بوليتيك سلفيين. لا فايق بالسلفيين عندهم مليارات، ولا فايق بالسلفيين عندهم فهمتي هم في الحكم، ولا تلزقوا فيها في السلفيين. وانتم استعملتوا السلفيين، وثو السلفيين هم كالغنم فهمتي، تقولوا على اليمين على اليسار. عندي صديقي في الجزائر قال فهمتي التوانسه كالغنم فهمتي، حاجتهم بسارح وبرش كلاب. هذا اللي تحبوه انتم تسمعوه. هذا من الجزائريين وش يشوفوا فيكم. وقت اللي نحن عندنا اخبار اللي انتم فهمتني هم السلفيين، وما نعرفش الجهاديين ولا الاخرين اللي يبعثوا لسوريا. نظن اذا كان القائد نتاعكم ابو عياض، هذا اذا كان اكتشف الامر اللي هو بعث لسوريا، ابو عياض فهمتي محاكم على نفسه بالاعدام، على خاطر لا عاد باش يعيش في تونس، ولا عاد باش يعيش في انجلترا، ولا في اوروبا، ولا في السعوديه. باش يتبعوك السوريين وباش يقتلوك. هذا كيفك، كيف العريفي، كيف القرضاوي، كيف العرعوري، اللي باش يحكم وباش يفتي بالذبح في سوريا. نظن السوريين باش يرخصوا لكم وقت، ويرخصوا لكم ناس اللي هم باش يتبعوكم في العالم، ويلزم فهمتني قص الراس تنشف العروق. على خاطر انت باش تندد بالموت، وباش تندد باغتصاب النساء، وباش تندد. نظن انت مع هذا يفتوا فيك، ما كنت تمشوا بالفتاوي انتم، هم باش يعملوا فيك فتوى. والفتوى هذه فهمتني باش فهمتني كيفكم كي بشير بن حسن في تونس، وكي غيره المزالي يتكلم ضد التوانسه. نظن تخرج فيه فتوى فهمتي من عند الشعب. وقت هذاك الفتوى لا خرجت وفي حديثك، ما تحبوا بالفتاوي نوريكم مدبيه، تو الناس الكل تولي مدبيه. وهذا ردوا بالكم من هالقصه هذه، على خاطر اللي ما احترمش نفسه واللي ما مشاش مع البلاد قد يهو فهمتني يلزم هو فهمتي يرحل من هالبلاد، لا اكثر ولا اقل. احنا من خرجتوا من الحباس، وانتم شوفوا الصورة متاع العيادي الساقط الخامج الناتن اللي ما شرفش تونس كاملة، العميل فهمتني. هو شكون دافع عليه وقت اللي هو ما عندوش عامين وخرج من الحبس ولا الله اعلم فهمتني. ولهذا ردوا بالكم على حالكم، على خاطر التوانسه راهم ماهمش اغبياء، والكاس راهو فاض على التوانسه الكل. والنهضه تتحمل مسؤوليتها. فجأة النهضة كان دحقلان هذاك نسيب الغنوشي يقول نحن باش نقعدوا هنا للابد. اش بدل رايكم؟ زعما هذا كله لصالح تونس، ولا فقتوا رواحكم وفهمتي بالغلطه نتاع اغتيال بالعيد، ولا فقتوا برواحكم قديش من مليار فايقين بها مسروقه ومنهوبه؟ هذا كله مرزوقي. تعرف مرزوقي مات، المرزوقي حاطينه كي كرع بهم لولا غاديك قولوا يا ربي شويه رانب فهمتي فك الجرده فهمتي ومعزتين، على خاطر ما يلم كان في الكلوشارات فهمتني. بورقيبه وقت في الخطابه نتاعو فهمتني قال حاجتي ببلاصه باش نستدعى فيها مثلا ملكس نتاع السويد، وانت جايب لي كلوشارات حال ليهم فهمتي حال كافي شانتي، قال جدي الله يرحمه فهمتي في القصر، يعني تحت قيمتك، وانت قيمتك طايحه من هاك العام. كنت تدق في 4 زرارق فهمتني، وتخدم فهمتي بتاتا غاتوي في ستراسبورغ ولا الله اعلم وين. اصبحت فهمتني في رئيس دوله، ولكن
فهمني، لا باش تنفعك تصاور مع بادي ولا شو اسمه، شد في عزيزتك وسكر فمك، فهمتني، لا تصبح فهمتي مطيش على جنب لا اكثر ولا اقل. وفهمتي وانت دبرت على التوانسه حتى كي باش تخرج لان تريد تجرب 20 30 مليون كل شهر، حاليا تخلص في مليون في مليون كل شهر، فهمتي، ما شفنا منك حتى شيء. ولهذا انت باش تخون خاين الشعب، واحنا اعطيناك صوتنا، خنتنا احنا باش نعطوه للجبهه الشعبيه. احنا ما يهمناش في مشاكل النهضه والتجمع والنهضه. نحن كشعب فهمني عندنا مستوانا الثقافي ومستوانا المادي، نحن زواولة ونحن نحبوا ننتخبوا الجبهة الشعبية ومع كامل الاحترام. ونزيدوا نقولوا كلام آخر، يلزم الناس تشجع الجبهة الشعبية، ويلزم الناس تشوف فهمتي الإعلانات عن طريق الإنترنت، فهمتني، واللي يقوم تاع الجبهة الشعبية، وهذا باش ينجح تونس لا أكثر ولا أقل. النهضة تلعب فيها حمرة كحلة والصفرة تربح، فهمتني. فجأة قبل عندهم اسبوعين ثلاثه نحن ما نسلموش في كذا في الوزارات، ما فهمتني، ولت حاليا باش نسلموا فيها الكل. هذه لعبه ملعوبه كبيره ياسر على التوانسه. تحملوا مسؤوليتكم حتى لجي الانتخابات، وفي الانتخابات ما كومش باش تنجحوا، على خاطر نحن باش نخدموا ليل ونهار على القصه هذه. وانتم اذا كان التلافز ما فهمتني حبيتوا تستحوذوا على التلفز واللي راديو، نحن مستحوذين على الانترنت، فهمتني، فيسبوك، تويتر، فهمتني، ودايلي موشن ولا شو اسمه. وهذا سلاحنا اللي انتم ما تنجموش باش تحطمونا. سلاحنا هو موجود، هي سي لا كوميونيكاسيون اي لو تكنيك دو لا كوميونيكاسيون اي لا فاسون دو باسي لي مو اي دو باسي لي ميساج. هذا ما انتم ما تنجموهاش. نحن على خاطر ندافعوا على بلادنا، ندافعوا على وطننا، انتم تدافعوا على الكرسي وعلى الفلوس يا سراق. وهذا اي نهضاوي، النهضة تكسرت، النهضة ما عاد نهضتي ما عادش تحشموا على رواحكم وقت باش تعملوا اللي يقوم تاع النهضة حاليا، على خاطر البلاد فهمتني عاملة قروض بأكثر من 10 مليار دوات ومسالة في 20 مليار، فهمتوا، حطمتوا البلاد في ظرف شهرين، في ظرف عامين. وهذا اللي بن علي ما حطمهاش في ظرف 23 سنة. بورقيبة بناها وانتم حطمتوها، ولكن مازال عندنا الجهد باش نقاوموا وباش نقاوموكم ونخرجوكم. فهمتني، انتم سرطان، سرطان، ولكن السرطان يلزم تقصوا وتطيشوا وتحرقوا. ولهذا ردوا بالكم من اغتيالات ثانيه اذا كان باش تكون في البلاد، راهي حياتكم ما عادش تكون انتم باش تغتالوا وهم باش يقتلوكم. وهذا ردوا بالكم من الحكايه هذه، وحياتكم راهي ما هيش مضمونه في اوروبا. في بالكم باش تخرجوا لاوروبا وعندكم فهمتي دي جارد كور. نزيد نعاودها ونأكد عليها ونعاودها كيفكم كيف ابو عياض. راهم فهمتني التكنيك مودرن. انت عندك كلاشينكوف، هذا ما عندهم فهمتي كاليبر 20، فهمتي، وينجم يطيحك على 2500 متر. وهذا حياتك وحياة اولادك وحياة العائلة متاعك، فهمتني. اذا كان نحن انت تقول انت اسمك ابو عياض، احنا نقولوا لك انت اسمك سيف الله بن حسين، فهمتني. وهذا ما يلزمك ما تلعبش بالناس وما تلعبش بالتكنولوجي وما تلعبش بالاستخبارات متاع التونسي. نحن عندنا 10 ملايين جندي، عندنا 10 ملايين جندي، وكل اي تونسي هو عسكري، اي تونسي هو عسكري. وقت تضربوا على فهمني. وكلمة الطواغيت يا سي ابو عياض انت تقصد بها الشرطة. وقت تقصد بها الشرطة فهمني قصدت بها العمود الفقري متاع البلاد. انت تحب تضربنا احنا باش ممكن نقصوا لك راسك، وممكن نحن فهمني ما خلوش فيك حتى شيء، خلوك فهمني عبرة لمن يعتبر. احنا راهو توانسة، نحن راهو عرقنا تزيري، نحن رانا توانسة، نحن برابرة، نحن رانا شمال افريقيا. نحن الوطن او الموت، الوطن او الموت. اذا كان انت فهمني انسان مريض نفسانيا وماشي تقتل في افغانستان وماشي هالشريعه وهالتوحيد، هذا التوحيد مستحيل باش يكون. وحد انت 73 فرقه فهمتني مله فيكم متاع المسلمين، وقداش تفرعت وقداش من فرقه، وحدهم وبعد ارجع قول التوحيد انت وغيرك، انت والقاعده الخامجه متاعك، على خاطر انتم عملاء وانتم ماده، نسميكم ماده سامه وماده امريكانيه. انتم البرودوي، انتم ماده امريكانيه. الاسلام اللي تتحدثوا عليه انتم هو متجنب منكم. انتم خوارج، انتم خوارج، انتم هالسلف. لا تقول لي سلفي صالح ولا طالح، سلفي خارج، خوارج. انت تعرف الدين الاسلام، فهمتني، امشي بالقواعد بتاع الدين الاسلام بالكتاب، وما كش انت جاي باش تغير المجتمع، ما كش انت جاي باش تغير شعوب
وفهمت وحضارات باش تغيرها انت بالجهل متاعك، بالجهل متاعك. كلاشينكوف ممكن نسألك وشنو قصتها كلاشينكوف ما تعرفش كذا. ما انا نقول لك كلاشينكوف اسم اللي صنعها يا سي جاهل، ابو جهل، فهمتني. وهذا رد بالك على حالك، على خاطر فهمتني ما نحبوش بلادنا تغرق في المتاهات هذه، وما نحبوش ويلزمنا نشوفوا الناس اللي في تونس اللي ولادهم مفقودين يقولوا في ايطاليا. ما نظنش كان هم في ايطاليا المفقودين، ثم الكلاه البحر، وثم الموجود في اوروبا، والماهوش موجود في اوروبا نظن موجود في سوريا. نختصر لكم يعني الكلاه البحر لا يرحموا، والموجود في اوروبا راهو اتصل بكم، والما اتصلش بكم حاولوا اعملوا نداءات وشوفوا قداش من كلب تقتل في سوريا. وهذا نحن مع الشعب السوري، نحن مع الشعب السوري، وما نحبوش فهمني هالطائفيه ولا هذا السني الشيعي كذا، نحن ما نفهموهاش وما نسمعوش بها في تونس. عندنا نحن فهمني ديننا دين الاسلام، ونحن بكلنا ما نحبوش باش يشوهوا لنا سمعتنا في الخليج، والاغلبيه نتاعهم مرضى بالشذوذ. فهمتني، الراجل يرقد مع الراجل والمراه ترقد مع المراه، فهمتني، والتعري قدام الويب كام نتاع الكاميرا، فهمتني. هذا كله وريناه لكم، والمتأسلمين هذا ما حيتناش بيهم، احنا ما حيتناش بيهم، هذا مرض ونحن ماذا بينا. فهمتني، المرض نتاعهم يخلوه عندهم حتى تتحرر بيت مكة. مكة في خطر، بيت مكة في خطر، والسعوديين ان شاء الله هم كما قلتها في فيديو قبل هذا، هو قرار، اذا كان قررتوا راكم توصلوا، واللي خاف مات. والسلام عليكم، ونقول لكم بالسلامة وفي الامان، وان شاء الله فهمتني قبل ما نهرموا وقبل ما نكبروا، فهمتني ماذا بينا نشوفوا نتائج صحيحة من عند الصحي واي انسان عنده فهمتني المادة الشخمة، ويعرف ايش باش بالتواصل الاجتماعي انتم توصلوا. وهذا فهمتني تزعزعوا فهمتني الكراسي بتاع آل سعود، فهمتني اليهود، فهمتني الوهابية، ونبقوا نحن فهمتني عرب مسلمين مؤمنين، فهمتني لصالح اجيال قادمة، لا اكثر ولا اقل. وهذا الله يرحمك يا ابو عزيزي، الله يرحمك يا اي شهيد، فهمتني. هو الشرارة اللي خرجت من تونس والغيرة، هم السعوديين اذا كان نجحت الثورة التونسية هم خايفين على خاطر نحن مثال، نحن في تونس مثال للثورات العربية. وقت اللي ننجحوا نحن السعود انقرض الى الابد، يعني هذا لا اكثر ولا اقل. والسلام عليكم وبالسلامة وفي الامان.